السلام عليكم جميعا احلى مشاهدين اعزائي الغاليين المتتبعين ديالي الكرام، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اوقات سعيده للجميع ومرحبا بكم معايا كاملين. كما كتشوفوا معايا الوصفه ديال هذا النهار هي بسبوسه زوينه غزاله روعه، سريعه التحضير وسهله كذلك في التحضير ديالها، ما فيهاش تعقيدات وما فيها حتى شي صعوبه. المذاق ديالها زوين، الشكل ديالها رائع جدا. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. بقاو معايا باش تشوفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. في البدايه غناخذ كاسرونه، غنوضع فيها كاس من السكر وكاسين من الماء باش نوجدوا السيرو او القطر اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. الكاس اللي عبرت به الماء هو اللي عبرت به السكر، وكنضيف شريحه من الليمون، شريحه ديال الحامض، وكنحط الكاسرونه فوق نار متوسطه واحد 15 دقيقه تقريبا. وفي هذا الاناء عندي جوج بيضات، غنحتاجو بيضتين، نزيدو عليهم واحد الكيس ديال سكر الفانيلا، واحد الساشي ديال الفاني، ورشه من الملح. وكنزيد ايضا كاس ديال السكر او كاس مع مرش ديال السكر، كاس الا الربع من السكر حبيبات. هادو المكونات اللي غنحتاج لهم في البدايه. غنخلط جميع المكونات جيدا حتى كيتداخلوا بيناتهم دائما ويتجانس لينا الخليط. وغادي نضيفو المكونات الاخرى. عندي هنايا نصف كاس من الزيت النباتيه، غنحتاجو فقط نص كاس ديال الزيت، وكنخلطو مره اخرى. كل مره كنضيفو مكون كنخلطو جميع المكونات جيدا. وهنا عندي القشور ديال البرتقاله واحده، يعني قشر البرتقال، الزيت ديال البرتقال، وكاس ديال العصير، عصير البرتقال. هذه بسبوسه بالبرتقال كتجي روعه، المذاق ديالها زوين بزاف بالنكهه او بالمذاق ديال البرتقال. خلطت جميع المكونات، وهنا غنضيفو كاس من الحليب. وكذلك هذه البسبوسه كتعطينا واحد الكميه كبيره، يعني بحجم عائلي وزوينه وسهله. وعندي هنايا ملعقه كبيره من جوز الهند. بعد ما ضفنا كاس ديال الحليب كنزيدو ملعقه كبيره من جوز الهند او الكوك، نوض كوكو، وكنخلط المكونات جيدا. وغادي نبداو نضيفو السميده ديال الحرشه، الكاس الاول من السميده وجوج اكياس من الخميره الخاصه بالحلويات. في المجموع عندي 16 غرام، كل كيس فيه 8 ديال الغرامات، يعني عندي في المجموع 16 غرام. ضفنا الكاس الاول ديال السميده ديال الحرشه، ديك السميده الرقيقه. والكاس الثاني العبار بالكاس ديال العنبه. كنخلط جميع المكونات، في المجموع غيكفيني 3 ديال الكؤوس ديال السميده. وهنايا ضفت نصف كاس، يعني كنضيف بالتدريج، كنضيف السميده تدريجيا. ونصف كاس ثاني، يعني في المجموع عندي 3 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال السميده كما قلت لكم في البدايه. وهذا الشكل ديال الخليط او القوام اللي غادي نحصلوا عليه في الاخير. غناخذ الطاوه اللي غندخلوها الفرن، كندير فيها شويه ديال الزيت، وكندهنها من جميع الجهات ديالها، من جميع الجوانب، وكنرش عليها شويه ديال السميده باش ما كتلتصقش لينا البسبوسه ديالنا الا حطيناها في الطاوه. وكناخذوا هذا الخليط هذا ديال البسبوسه وكنفرغوه بطبيعه الحال في الطاوه اللي غتدخل الفرن. والفران كيكون كيسخن من الفوق ومن التحت على 180 درجه. كندخلوها للفرن وكنشعلوا فقط الاسفل فاش كندخلوها للفرن حتى كطيب لينا وكطلع لينا شويه. كتفوت ديك 20 دقيقه او 25 دقيقه، ثم كنشعلوا الفوق باش كتحمر لينا وكتاخذ لينا داك اللون الذهبي. في المجموع غتكفيكم شي 30 دقيقه او 35 دقيقه في الفران، يعني 35 دقيقه المده ديال الطهي ديال هاد البسبوسه هذه اللي قدمتها لكم هذا النهار. وبعد ما كتفوت 35 دقيقه كنخرجوها، وهذا الشكل ديالها كتجي زوينه بزاف طالعه، والحجم ديالها يعني حجم عائلي كما قلنا. وبعد ما كنخرجوها من الفرن بعد ما كتفوت 35 دقيقه مباشره كنفرغوا عليها القطر او الشربات او السيرو اللي سبق لينا حضرناه في البدايه. كتكون البسبوسه سخونه والشربات او داك السيرو كيكون بارد، او العكس، يعني السيرو كيكون سخون والبسبوسه كتكون بارده، اللي بغيتو واللي حبيتو نتوما. المهم بعد ما فرغت عليها داك القطر اللي شفتوا معايا كنصبر عليها واحد شويه، واحد 5 دقائق تقريبا، ثم كندهنوا الوجه ديالها بالمربى او بالعسل اللي توفر عندكم. انا دهنت فقط بشويه ديال المربى ديال المشماش،
وكنزينوها، والتزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. بالنسبه لي انا زينتها بشويه ديال الجوز الهند وشويه ديال الفيرميسيل شوكولا، الحبيبات ديال الشوكولا السوداء. كيجي الشكل ديالها غزال زوين راقيه، شي حاجه زوينه وكتليق حتى للمناسبات والافراح والعراضات ولاي مناسبه ولاي وقت حبيتو. كانت هذه الوصفة اللي قدمتها لكم اليوم من مطبخي، بسبوسة بالبرتقال، سهلة في التحضير ديالها بمكونات بسيطة دائما متواجدة ومتوفرة في كل مطبخ، ما فيهاش تعب، ما فيهاش مجهود، ما فيهاش تعقيدات، ودائما بطريقة مبسطة وبشرح واضح. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله بالصحة والراحة. اصدقائي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي جا جديد مرحبا بهم معايا. مرحبا بكم كاملين، تحية عطرة للجميع. اشتركوا معي في القناة فضلا وليس أمرا، وخليت لكم الراحة. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.